السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا البسبوسة بالقشطة والكنافة، ميكس كده ما بين الاتنين، حاجة بصراحة تستاهل التجربة. بس قبل ما نبدأ الوصفة متنسوش تصلوا على النبي وتدعمونا باللايك والشير. يلا نبدأ مع بعضنا الوصفة. هنحتاج كوباية من السكر، هنضيف عليها كوباية من اللبن المغلي، هنضيف عليها كوباية من السمنة. هنقلبهم كويس وهنسيبهم على الرخامة شوية لحد ما يبردوا، لحد ما ايدك تستحمل الحرارة بتاعتهم. بعد كده هنبتدي نضيف عليهم السميد. هضيف دقيق السميد معايا. هضيف أربع كوبايات. هضيف 3 في الأول وهجلبهم، بعد كده هضيف كوباية تانية. أنا ضفت 3 في الأول، بعد كده ضفت التانية، لأن في دقيق سميد بيشرب معايا بسرعة، وفي دقيق تاني بيحتاج ما بيشربش السوائل. انا كده خلصت البسبوسه وضفت عليهم. انا ضفت نص معلقه من البيكنج باودر. ودلوقتي بدهن الصواني بالطحينه، بتدي جرمشه خالص للبسبوسه ولون حلو خالص. الكميه اللي انا عملتها دي ممكن تعمليها في الصينيه الكبيره خالص، بس انا عملتها في الصينيه الوسط وقسمتها على صينيتين. هدخلها فرن درجة حرارة 180، هتقعد معايا 40 دقيقة. ودلوقتي هبتدي اعمل الشربات. معايا كوباية ونص من السكر، وهضيف عليهم كوبايتين من المية وعصرة ليمونة، وارفعهم على نار. اول ما يبتدوا يغلوا هوطي عليهم وهسيبهم 7 دقايق بالظبط وهطفي عليهم. دلوقتي معايا ربع كيلو من الكنافة المجمدة. هبتدي دلوقتي افركها بايدي كويس، وهبتدي اضيف عليهم نص كوباية من السمنة، وافركهم كويس عشان ادخل السمنة في الكنافة كلها، علشان لما ادخلها الفرن تتحمر معايا كويس. آم، آه، لازم كلها تشرب من السمنة كده علشان تتحمر معايا وتبقى كويسة. هدخلها الفرن برضو على درجة حرارة 180. دلوقتي البسبوسه بعد ما استوت، البسبوسه بتطلع من الفرن سخنه، والشربات معايا السيرم بيبقى سخن. بضيف الاتنين سخنين مع بعض. دي الكنافه بعد ما اتحمرت معايا كنت بجلبها من وقت لاخر. ضفت عليها وهي سخنه، لسه مطلعها من الفرن، ضفت عليها معلقتين من السكر وبجلبها كده كويس. وممكن استبدل السكر بالسيرم، 4 معالق من السيرم، واجلبهم كويس وهركنهم. دلوقتي الصينية التانية طلعت من الفرن، بضيف عليها السيرم سخن، والصينية برضو البسبوسة نفسها طلع سخنة من الفرن. دلوقتي هعمل معايا القشطة الكدابة. معايا كوباية ونص من الحليب، وهضيف عليها معلقتين من السكر ومعلقتين من النشا. هجلبهم كويس وارفعهم على النار لحد ما اوصل للقوام ده، وهسيبهم هغطيهم وهسيبهم لحد ما يبردوا خالص. دلوقتي البسبوسه معايا بعد ما شربت الشربات بتاعها، بجيبها وبضيف عليها الطبقه من القشطه اللي عملتها معاكم، وسيبتها لحد ما بردت خالص. وبعد كده هبتدي اضيف عليها الكنافه واسويها كويس. لو لسه موجودة معايا في الفيديو، انزلي بقى صلي على النبي في تعليق، وادعميني كده باللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بعد ما هفرد عليها الكنافة زي كده، بسيبها برضو نص ساعة في التلاجة، برضو اريحها نص ساعة. بعد كده ابتدي اطلعها اخرجها معايا واقطعها بقى واقدمها. طعمها بصراحة حلو خالص وتستاهل التجربة، وإن شاء الله هتعتمديها في من وصفات رمضان. سهلة جدا وحاجة يعني تستاهل بصراحة. هنا ما استنوش لحد ما أكمل التصوير وأكلوا منها. هطلع لكم قطعة دلوقتي وهوريكم البسبوسة معايا شاربة الشربات ودايبة معايا خالص. ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو الوصفة عجبتك ادعمينا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.